السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي لخزين رمضان، فان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتوا تنوروني وتشتركوا في القناة، وما تنسونيش في لايك الحلو من ايديكم الحلوة، واكتبوا لي كده كومنت حلو زيكم، قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو ونبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجة جبتها هي رز المطعم ده كده 5 كيلو، كان عليه عرض، كان ب145 بدل 165، يعني الكيلو كده واقف فيه حوالي ب29 جنيه. الرزاية بتاعته كانت حلوة جدا، والعرض بتاعه برضو كان كويس قوي. جبت كمان لبن جهينة ده كان اللتر ب40 بدل 52 ونص، فانا جبت 9 لتر. فالعرض بتاعه برضو كان كويس جدا، انا لقيت منه اللتر ونص كانوا بحوالي 63 جنيه، فطبعا انا لقيت ان ده اوفر. جبت كمان جبنة لبنيتا دي 24 قطعة، كان عليها عرض ب104 بدل من 119. قلت لكم على الجبنة دي قبل كده، النوع ده حلو جدا، بس هي للأسف بقت غالية. كنت الأول بشتريها ب85، فخلاص السعر ده ما بقاش موجود خالص. جبت كمان الجبنة الشيدر دي جبنة شيدر مستوردة، الكيلو منها ب340، الطبق ده حوالي 250 جرام، كان ب89 جنيه. النوع ده حلو جدا من الجبنة. جبت كمان سمنة جنة دي كان عليها عرض ب77 بدل 80، والعلبة دي 700 جرام. انا جبت منها العلبة الصغيرة دي لان انا بعمل ميكس بين السمنة الطبيعي وبين السمنة دي، لان طبعا السعر بتاع السمنة الطبيعي بقى غالي جدا، فما بعرفش ان انا اعمل طبعا الاكل كله بالسمنة الطبيعية، فبضطر ان انا اجيب من السمنة دي وبعمل خليط كده بينهم. والدقيق ده كان عليه عرض، كان الكيلو ب20 بدل 22، فانا جبت منه 2 كيلو بقوا ب40 بدل 44. وشبكة البرتقان دي 4 كيلو ب80 جنيه، يعني الكيلو فيها ب20 جنيه. والصلصة دي كان عليها عرض، كان البرطمان ب19 بدل 24 ونص، فأنا جبت منها ال6 برطمانات دول، فكانوا ب114 بدل 147. وجبت كمان المرقة دي مرقة خضار ومرقة لحمة ومرقة فراخ. كانت مرقة الخضار واللحمة ال12 مكعب كانوا ب16 جنيه ونص، ومرقة الفراخ كانت عليها عرض، كانت ال24 مكعب ب26 بدل 31 ونص، فأنا جبت منها علبتين. وجبت كمان التونة المفتتة دي من عافية، كان عليها عرض ب28 ونص بدل 31 ونص. انا كنت جربت منها قبل كده القطع وكانت حلوة جدا، بس انا ما لقيتهاش هناك، فقلت اجرب المفتتة فان شاء الله تطلع كويسة. وجبت تونة من النوع ده نوع اسمه البستاني، دي تونة قطع، كان عليها عرض، كانت ب68 بدل 79، فقلت اجربها. جبت لسان العصفور ده كده نوع اسمه الماسة، الكيلو منه كان عليه عرض ب25 بدل 26، فجبت ال2 كيلو دول. وجبت كمان الشعرية بتاعة الماسة دي برضو ال2 كيلو، كان الكيلو واقف ب25 جنيه بدل 26 جنيه. وجبت برضو توب فاليو، انا نسيت في بداية الفيديو ان انا اقول لكم ان الحاجات دي انا جايباها من هايبر وان. فجبت الشعرية برضو بتاعة توب فاليو، كان عليها عرض، كانت ب24 جنيه بدل 33. بس انا للاسف المنتجات بتاعة توب فاليو بالمقارنات انا يا دوبك لحقت منهم الاتنين دول بالعافية. وجبت كمان منهم الاتنين المكرونة الاقلام دول، كانوا برضو ب24 جنيه. وجبت كمان اللازانيا دي من الملكة، كانت ب27 جنيه، قلت كنوع من انواع التغيير، بدل ما ببقى بعمل على طول مكرونة بالبشاميل اغير كده شوية واعمل معاها لازانيا. وجبت كمان الرقاق ده كده برضو من منتجات توب فاليو، النوع ده برضو حلو جدا، بيبقى فيه منه المدور ده، واعتقد برضو كان فيه منه المستطيل، بس انا بحب المدور ده. كان عليه عرض، كان ب34 بدل 37، فجبت منه العلبتين دول. انا عندي الرقاق، سواء الرقاق او الفتة، مش مرتبطين معايا بالعيد، قلت برضو كنوع من انواع التغيير اعملهم في رمضان ان شاء الله. وجبت البقسماط المطحون ده 450 جرام ب20 جنيه ونص. والنشا دي اول مرة اجربها، اسمها نشا الحمد، دي 350 جرام كانت ب25 جنيه. وجبنة دومتي دي جبنة طبيعي، كان عليها عرض، كانت ب80 بدل 88، دي نص كيلو. انا جربتها قبل كده ولقيتها حلوة جدا. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا ما بقتش استخدم غير الجبنة الطبيعي،
فكنت رشحت لكم جبنة رودس الطبيعي او افانتي او ديليس، دول قلت لكم انواع كويسة جدا. ولقيت برضو الدومتي دي كويسة جدا، فانا بقيت اشوف ايه اللي فيهم عليه عرض واجيبه، فلقيت دي اللي عليها عرض لان التانيين كانوا بحاجة و80 جنيه. وجبت كمان الكورن فليكس ده من توب فاليو، بيبقى حلقات كده بالعسل. ده كان عليه عرض، كان ب35 بدل 43، فجبت منه العلبتين دول. الأطفال بيحبوه، لو في عندكم أطفال بيغلبوكم شوية كده في الأكل جربوا معاهم الكورن فليكس ده، وسعره حلو جدا يعني مقارنة طبعا بالأسعار التانية. الحاجات التانية بتبقى بحاجة و60 جنيه، فالسعر بتاع ده كويس جدا. والتوست ده كان ب38، ده توست باللبن، بجيبه كده وبحمصه في التوستر وبحط عليه الشوكولاتة اسبريد. هوريكم كده نوع جربته وكان حلو جدا. بس انا كنت جايبه الاسبريد ده من كارفور، وانا بصور لكم اسعار يميش رمضان هناك. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو لو حابين تشوفوا الاسعار في تعليق مثبت. وكمان كنت مصوره لكم الاسعار بتاعه يميش رمضان سواء في هايبر 1 او في جملة ماركت فتح الله. هتلاقوا برضو الفيديوهات في تعليق مثبت لو حابين تشوفوها وتقارنوا الاسعار ببعض. الاسبريد ده انا جبته كان بحاجة و90 جنيه، فجيت علشان اشوفه في هايبر، هو كان عليه عرض فجيت علشان اشوفه في هايبر فلقيته ب160 جنيه، فطبعا كان سعره غالي جدا. هو الاسبريد كان حلو قوي وكان فيه كده قطع بندق كتير، فقلت اقول لكم تجربتي معاه عشان لو لقيتوه في مكان عليه عرض وحابين تجربوه ان شاء الله هتلاقوه يعجبكم. وجبت كمان علبة البسكويت بتاعت اوليكار دي كان عليها عرض، كانت ب25 بدل 29. ده الباكو اللي هو فيه 4 قطع، والعلبة فيها 6 وحدات. والبسكويت ده برضو حلو قوي، هو محشي كده توفي كراميل، ب10 جنيه الباكو. قلت اقول لكم لو حابين تجربوه ان شاء الله يعجبكم. والشاي الاخضر ده اسمه روتس، ده 50 فتلة، كان عليه عرض، كان ب37 بدل 49. هو ده طلع بالنعناع، انا ما خدتش بالي غير وانا بصور ان هو شاي اخضر بالنعناع، لان انا في العادي بجيبه الشاي الاخضر العادي. وجبت كمان الكيك بتاع دريم ده بالشوكولاتة، كان عليه عرض، كان ب47 بدل 57. بحب اخلي كده عندي علبة او علبتين من الكيك الجاهز ده لأي ظرف طارئ معايا، او ان انا حابة ان انا اعمل كيكة بسرعة، فبينفعني الكيك ده. فجربت برضو الانجليش كيك بتاع توب فاليو، كان حلو بس ما كانش عليه عرض، فلما لقيت دريم عليه عرض قلت ان انا اجيب النوع ده. وجبت كمان علبة الكابتشينو دي من بونجورو، طبعا النوع ده حلو جدا. العلبة فيها 12 ظرف ب104، يعني الظرف هيبقى كده عامل حوالي 8 جنيه و60 قرش. جبت كمان زيت ذرة عافية، ده حوالي 2 لتر وربع، كان عليه عرض ب220 بدل من 229. انا كنت بجيب في العادي اللي هو بتاع توب فاليو، كنت قلتلكم عليه قبل كده، كان حوالي برضو 2 لتر وربع، بس كان ب100 حاجة و60 او 100 حاجة و80. بس انا المرة دي لقيته غالي جدا، كان الفرق بينه وبين ده حوالي 5 جنيه، فعلشان كده انا جبت عافية. جبت المسحوق الجل ده من توب فاليو 2 لتر ونص، كان عليه عرض ب111 بدل من 149. انا اول مرة اجرب النوع ده، ان شاء الله يطلع حلو. انا في العادي كنت بستخدم اوكسي، بس لقيت ده في منتجات توب فاليو، وانا جربت حاجات كتير من منتجات توب فاليو وكانت كويسة. هقول لكم ان شاء الله لما اجربه ايه تجربتي معاه. والمسحوق البودر ده من توب فاليو، كان عليه عرض الكيلو ب35 بدل 45، فطبعا السعر بتاعه حلو جدا. انا جبت منه ال2 كيلو دول، انا بستخدمه في الحاجات اللي بغسلها على ايدي وكان حلو جدا معايا، فبستخدمه على طول. بس ما جربتش احطه في الغسالة، انا الغسالة بتاعتي فوق اوتوماتيك، انا ما جربتوش قبل كده، بس شفت عنه ريفيوهات ان في ناس مجرباه في الغسالة الفوق اوتوماتيك وبيقولوا حلو، فانا برضو عايزة ابقى في مرة كده اجربه. ولقيت الحفاضات بتاعت فاين دي 80 حفاضة، كانت ب415 بدل 512، فجبتها، ده كده مقاس 4. ومناديل كلاسي دي العلبة فيها 500 منديل، كان عليها عرض ب125 بدل من 177. دول كده 6 علب مع بعض، يعني العلبة بحوالي 20 جنيه و80 قرش. النوع ده برضو حلو جدا، انا دايما بجيبه. والفوط دي انا اول مرة اجيبها، دول كده 3 مع بعض، كان عليهم عرض ب28 بدل 30.
انا وانا بجيب المنظفات لقيت واحده هناك بتشتريها، فسالتها قالت لي دول حلوين جدا، فقلت اما اجربهم. وده كده شكلها، وهي من منتجات توب فاليو. ودي كده كانت مشترياتي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. وما تنسوش كده تكتبولي كومنت حلو من ايديكم الحلوه. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.